الذي له كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمين. وصدق ولا بد أن تصدق. زمان في الستينات اتنيح أب كاهن قديس اسمه أبونا متى باسيلي. أبونا ده كان بيخدم في ضواحي الأقصر. أنا زرت بيته وشفت ابنه أبونا عازر الله ينيح نفسه. كتبت عن ابنه برضه كتبت كتاب عن ابنه بعنوان كاهن بار. أبونا متى باسيلي كان راجل بركة جدا جدا، وكان شكله كده شكل المتوحدين بتوع زمان. كان راجل كده باين عليه كده جبلي، راجل كده فيه هيبة ورهبة عجيبة. يعني حصلت في حياة ابونا متى حاجات عجيبة جدا. اقول لكم كده كام حاجة عشان تعرفوا برضو ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. يعني ابونا عنده اوضة في مدخل بيته كان عاملها للضيوف، وكان احيانا الناس يديله فلوس بركة، ندور، عشور، حاجات زي كده يحطها في الدولاب. فدخل ابونا لقى نفسه اتسرق. الاوضه دي كان بيستقبل فيها الضيوف، يعني اي حد يجي ملوش مكان يقول له خش يا ابني جوه نام، والدار امان. ففي ولاد من البلد وولاد غرب والدنيا كده. دخل ابونا بيرفع الورقه اللي تحتها الفلوس، ما لقاش الفلوس. يا اولاد مين خد فلوس من الدولاب؟ يا ابني ما حدش شاف حد خد فلوس من الدولاب ان حد يرد. ما حدش رد. قال لهم يعني مش هتقولوا مين اللي خد؟ طيب كلها 10 دقايق وانا هعرف مين اللي خد. فتلموا حوالين الولاد. ايه يا ابونا هتعرف ازاي؟ قال لهم اللي خد فلوس من الدولاب ومد ايده عقربة دلوقتي هتلها صباعه. مفيش 7-8 دقايق ولقوا واحد من الولاد واقف سند على الحيطة. ترى الحيطة فيها خرم، فعقرب من جوه راحت لاحت لازقه. يا دراعي. قال له بس تعالى، الفلوس فين؟ قال له الفلوس انا مخبيها في الحته الفلانيه. وصدق ولا بد ان تصدق. ربنا عجيب في قديسيه. مره ابونا متى ده ماشي في الشارع في الاقصر، وهو ماشي حدث امر غريب شويه. ان هو ماشي زنق عليه ولد بتاع حنطور، يعني يقولوا عليه في اللغة العربية الحوزي، او يقولوا عليه كده عرباج الحنطور يعني. فهو ماشي الواد بتاع الحنطور راح مزنق على ابونا، خلى الحصان حك في ابونا. فابونا طبعا مش حمل الحصان، اولا ابونا راجل عجوز والحصان ده حصان يعني. فابونا وقع في الارض. فلما ابونا وقع في الارض الناس اللي ماشيين في الشارع اسم الله عليك يا ابونا، اسم الله عليك يا ابونا. الرواد العرباجي بتاع الحنطور كحكح كده وقال له تعيش وتاخد غيرها. وقف ابونا قال له ليه يا ابني تعمل فيا كده؟ قال له انا ما عملتش. اللي عمل فيك كده ايه؟ قال له شوف يا ابني، ان كنت قصدني ربنا ينتقم منك، لكن ان ما كنتش قصدني ربنا يسامحك. قال له اوه هتستشيخ فيها بقى، اتكل على الله. فابونا نفض هدومه ورفع ايديه كده وقال له انت شايف وانت عارف. اخذ بعضه ابونا 2-3 الواد العرباجي بيحود في الصعيد سلوك الكهرباء على عمدان، يروح واقع سلك كهرباء ينشف الحصان في الحال. الناس اتلموا على ابونا. معلش يا ابونا. قال لهم شوفوا الحصان مات، واللي كان اللي جابه لنفسه. وصدق ولا بد ان تصدق. راح يزور واحدة ابنها كان في الحرب،
لا، الست عمال تعيط عمال تعيط عمال تعيط. يا ست اهدي، يا ست كفايه. قالت له يا ابونا ده انا ليا 8 اشهر ما جانيش منه جواب. قال لها 8 اشهر؟ طيب ايه رايك بقى اعملي لي كوبايه شاي والجواب هيجي دلوقتي، على ما تعملي لي الشاي يكون الجواب ايه؟ جه. عملت له الشاي وحطته. ابونا لسه ما مسكش بتاع البوسطه، خبط الباب. ايه الحكايه بوسطه؟ وراح مسلمهم الايه؟ الجواب. ابونا متى قال الجواب جاي دلوقتي، يبقى الجواب ايه؟ جاي دلوقتي. وصدق ولا بد ان ايه؟ ولا بد ان تصدق. اوعى تفكروا ان ابونا متى عشان كان قديس كان كل الناس بتحبه. في ناس فيهم شياطين، والناس اللي فيهم شياطين ما يحبوش رجال الله. والا بتاع العرباجي الحنطور ده عمل فيه كده ليه؟ فابونا متى كان راجل قديس وكان في ناس بيكرهوه. فواحد الشر ملأ قلبه، فخلى ابونا بيصلي قداس ودخل، خلى ابونا هو بيبخر في القداس يعني، ورفع اللفافه وحط لابونا بعد عنكم سم جوه الكاس. شوف بقى الاجرام يوصل لاي درجه. شوف جوه الكنيسه شر، ده هوايل. كنايس دي فيها حاجات عجيبه. فابونا جي ساعه المناوله رفع الكاس، بص في الكاس كده فايه؟ فهم. قال لهم يا اولاد هاتوا ابونا عازر. ليه يا ابونا؟ قال لهم يعمل تعمير كاس ويناولكم من الكاس اللي هيعمله. ما تناولني يا ابونا. قال لهم لا، الكاس ده انا هتناوله لوحدي. يا ابونا قال لهم هوديه فين؟ دم المسيح ولا مش دم المسيح؟ خلاص انا هتناوله، وهات ابونا عازر يعمل تعمير كاس ويناولكم وانا هتناول الكاس ده. وتناول الكاس، وبعدين الناس تلموا حواليه كده انتظروا ان وشه يصفر ولا يعرق ولا يموت ولا يجرى له حاجه. قال لهم شوفوا يا اولاد، دم المسيح يدي حياه ابديه ما يموتش، وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. كفايه كده ولا نقول كمان؟ ابونا متى ده بعد ما تنيح عنده ابن. ابونا عازر ده ابنه اللي هو حفيد ابونا متى يعني اترسم قسيس. فابونا متى ظهر في الليل لقسيس كان في اسنه، وكان ابونا متى الكبير ده القديس ده تنيح، بس ابونا متى بتاع اسنه ده كان يعرف ابونا متى الكبير ده. قال له مش تضرب تليفون تهني ابونا عازر ابنه بقى قسيس؟ فصحي ابونا متى اللي بيسمع الخبر ده بيقول لمراته ده ابونا متى بتاع الاقصر ظهر لي الليله دي وقال ان ابنه بقى قسيس. نضرب تليفون كده. ضرب تليفون لقى فعلا ابن ابونا عازر اترسم قسيس وبقى اسمه ابونا انطونيوس وهناهم. ابونا متى اللي جاله في الحلم ده هو ابونا متى اللي عندنا احنا، ابونا متى رفائيل دلوقتي اللي جه من الصعيد وبيصلي معانا هنا. شاف؟ قوم اضرب تليفون قول لابونا عازر مبروك ابنه بقى قسيس. وفعلا لا، ابنه بقى ايه؟ قسيس. راجل طيب عنده ابنه ده في حدود يمكن 15 16 سنة. الكلام ده كان في الستينات. الراجل صحي يوم الجمعة بدري وصحى ابنه قوم يا واد عشان نروح القداس. الواد يعني مكر، قال له انا عايز انام يا بابا. يا ابني قوم نروح القداس. قال له مش قايم. قال له بقول لك قوم نروح القداس. قال له مش. قال له انت حر، لو ما رحتش القداس هتعيا. الراجل رجع لقى ابنه حرارته سخنه والواد تعبان. الواد خد له 4 5 ايام. ابوه قال له شوف يا ابني تعال نروح نوديك للبابا كيرلس يصلي لك. الواد راح بقى مسندينه للبابا كيرلس. اول ما قرب على البابا كيرلس كده البابا كيرلس قال له ها يا اخوي، عجبك النوم لما سبت القداس؟ مش كان الطيب احسن وتصحى وتروح القداس؟
تاني مرة يا ابني بتروح القداس. قال له حاضر يا سيدنا اخطيت. قال له خلاص يا سيدنا ارضى عليه. ابوه بكى. قال له يا ابني اسمع كلام ابوك، يا ابني اسمع كلامك روح القداس. قال له خلاص يا سيدنا. من يومها بقى الواد ابوه يقول له القداس يقول له حاضر يا بابا، قبل ما يقول له يا فلان يلاقيه فط من على السرير ووقف، لانه ايه؟ اخذ درس وصدق. ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. اله العجيب، الاله العجيب. إيه كان بيشتغل بالبابا كيرلس كده انذارات وكشافات وميكروفونات تبكت القلوب وتفرح النفوس. ولد كان في تانية ثانوي ويكره مادة اسمها الهندسة التحليلية. الواد يكره المادة دي كره يعني لدرجة انه من اول السنة لاخر السنة ما فتحش الكتاب نهائي. ليلة الامتحان الواد مسك الكتاب يفره كده من الاول للاخر، اني لاقي حتى درس واحد فاهمه مفيش. قال يعني احسن حاجة نام وارتاح يأتيك النجاح. نام. لما نعس الكتاب كان في ايده الكتاب جنبه. الواد قام في نص في الفجر كده على صوت البابا كيرلس وبيحلم بالبابا كيرلس، والبابا كيرلس بالعصايه بيقول له قوم يا واد ذاكر صفحه 67 يا واد، قوم يا واد ذاكر صفحه 67. يصحى الواد وينام يلاقي البابا كيرلس بالعصايه عمال قوم يا واد ذاكر صفحه 67 يا واد. يروح صاحي يمسك الكتاب اللي صار صفحه 67 لقى مساله. قال يعني انا هسمع كلام البابا كيرلس؟ يا عم انت هتفهمها. نام. بيقول نمت الثالث مره جاله يا واد قوم ذاكر صفحه 67. قال لا بقى يعني بس هذاكر مساله زي بعضه احسن من ايه؟ من بلاش. مسك صفحه 67 دي قعد يكتب فيها، كتبها حوالي 7-8 مرات لغايه ما حفظها زي النصوص، حفظها صم. راح زمايله بيقول له ها ذاكرت الهندسه التحليليه يا فلان؟ قال لهم هو انا عارف همتحن فيه. قالوا هو شوف مسألتين رياضة ومسألتين جبر وهتيجي مسألة هندسة، ودي بقى يعني انت وايه؟ انت وبختك. دخل مسك الورقة لقى المسألة اللي البابا كيرلس قال له بتاعت صفحة كام؟ 67. راح حطها زي ما حفظها. طلع زمايله بيقولوا شفت صعب، دي اصعب مسألة. قال لهم فين دي؟ قال له هي في الكتاب. قعدوا يدوروا عليها. قالوا ما اقول لكم على فين هي؟ صفحة 67. يا ده انت عارف مكانها؟ قال له اصلا عمرها ما تتنسي، ده صحاني من النوم عشان صفحة ايه؟ 67. وصدق ولا بد ان ايه؟ ان تصدق. يعني ربنا عجيب، ربنا عجيب. واللي يطلب ربنا يا جماعة من قلبه ربنا ما يتخلاش عنه ابدا. الهنا اله محب عجيب هو الله في قديسيه، اله المجد ارعد. واحد من شبرا اتجوز واخد شقة بيقولوا يعني مش عارف حتة اسمها الكوم الاصفر ولا ايه، حتة كده في الضواحي يعني. الاخ ده بيقول في الجواب بتاعه، بيقول ان انا اترميت في حتة كنت انا ومراتي ننزل من القطر نمشي حوالي من تلت النص ساعة مشي على رجلينا عشان نوصل الايه؟ الشقة دي. وبعدين هنعيش على كده؟ فقال يعني يا بابا كيرلس انا طمعان فيك انك تجيب لي ايه؟ تجيب لي شقة يعني. ففي يوم من الايام راح يزور والدته في شبرا، فوقف على محطة الاتوبيس عشان يرجع، لقى واحد ماسك سبحة واقف جنبيه. قال له يا فندي. قال له نعم يا عم. قال له تعرفش حد عاوز شقة هنا في شبرا؟ قال له لا من الحكي اعرف الشقة دي بكام؟ قال له هو بس معلش لا مؤاخذة انا هسألك انت مسيحي يعني؟ قال له مسيحي. قال له اصل صاحب الشقة راجل مسيحي ومسافر بره وعاوز حد يكون مسيحي ويتفاهم معاه. هو ما قاليش بكام. قال له طب ممكن اروح اشوفها؟ بيقول رحت لقيت الشقة او البلكونة 3 اوض واسعين وصالة واسعة. الراجل بيقول له يا ابني انا مسافر بعد يومين بره وانا عايز ادي شقتي.
عجبك يا ابني الشقة؟ قال له ايوه. قال له معاك كام؟ قال له معايا كام؟ لا انت قول لي حضرتك عاوز كام. قال له يا ابني انا طالع من ضميري اللي موجود عندك وما تتدينش. قال له يا عم ده اللي معايا 3000. قال له بركه، روح هات عزالك الليله دي وتعالى ايه روح. قال لمراته هنعزل الليله دي نروح شبرا. قلت له هننام في الشارع؟ قال لي احنا امبارح كنا بنكلم مين؟ قلت له البابا كيرلس. قال لي هو انا واقف على محطه الاتوبيس البابا كيرلس. قلت بس فين حته؟ قال لها في شبرا. بكام؟ ب 3000. معقوله ده كلام ما يخشش دماغ. قال لها صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. واحد من ابو قرقاص تبع المنيا، يعني جاله زي اكتئاب، فاهله عرضوا على دكتور قال لهم يعني بس مبدئيا خدوه كده فسحوه بعيد عن البيت، يعني يشم الهوا في اي حته كده عشان يظهر جو البيت كئيب شويه. فجابوه مصر عند اخوه شغل هنا في القاهره. فاخوه قال له تعالى نروح ناخد بركه البابا كيرلس. كان البابا كيرلس عايش. اول ما دخلوا الباب البابا كيرلس اول ما شافهم بيت قال له تعالى يا بتاع ابو قراص، شايل هم الدنيا ليه يا ابني؟ اضحك يا ابني، خلي الدنيا تضحك لك. الراجل ده اول مره يشوف البابا كيرلس، فلما قرب للبابا كيرلس البابا كيرلس حط الصليب على راسه. قال له يا ابني الشياطين بتوش في ودانك يا ابني، انت بخير يا ابني؟ عيالك مش كويسين؟ قال له كويسين يا سيدنا. مراتك كويسه؟ قال له كويسه يا سيدنا. تجارتك كويسه؟ قال له كويسه يا سيدنا. قال له امال يا ابني شايل هم الدنيا ليه؟ اضحك يا ابني، خلي الدنيا ايه تضحك لك. وطلع الراجل كل ما يجي حاجه يقول لا البابا كيرلس قال لي ايه اضحك خلي الدنيا ايه تضحك لك. وراحت الغمامه وروح بيضحك عشان الدنيا ايه تضحك له. وهي كلمه قالها البابا كيرلس، ولكن صدق ولا بد ان ايه ان تصدق. راجل تعبان ومسندينه ووشه مصفر ومش قادر يمشي، بينقل خطوه خطوه. اول ما دخل الصالون بتاع البابا كيرلس بابا كيرلس قال له على مهلك يا ابني، على مهلك يا ابني، على مهلك يا حبيب ابوك. كان دايما يقول يا حبيب ابوك دي، على مهلك يا ابني. فالراجل اللي شغال مع سيدنا عم وديع قال له اجيب له كرسي يا سيدنا. قال له ما يقدرش يقعد يا ابني، اصل ده عنده ناسور. طب البابا كيرلس اول مره يشوفه، ايش عرف البابا كيرلس؟ يعني كشف عليه البابا كيرلس وعرف عنده ايه. قال له يا ابني ده اصله عنده ناسور يا ابني، هات له يا ابني قطنه زيت من جوه. خد يا ابني قطنه الزيت دي ولما تروح ادهن نفسك وادهن الناسور بتاعك، وان شاء الله بكره هتيجي ماشي على رجليك كويس. المهم الراجل تاني يوم ما جاش. تالت يوم وصل المرقصية في كلود بيه ومش طالع واخد السلم خطوة خطوة، بياخد كل درجتين في ايه هي سيدنا. سيدنا اول ما شافه قال له تعالى مش على مهلك يا ابني وانت طالع السلم، ويعني تشطح تنطح، يعني ربنا عمل معاك معجزة، خلاص على مهلك يا ابني. قال له جاي ابشرك يا سيدنا ان ايدك فيها البركة، وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق.